نشرت صحيفة ليكيب الفرنسية تقريرا جديدا يسلط الضوء على تألق 5 لاعبين ولدوا في فرنسا ويلعبون مع المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة، والذي تأهل إلى نهائي كأس العالم ضد الأرجنتين. يبرز التقرير المسار المميز لهؤلاء اللاعبين الشباب، حيث يضم المنتخب المغربي عناصر صاعدة أظهرت أداء رائعا في البطولة. من بين هؤلاء المهاجم ياسين جسيم 19 عاما الذي برز بأدائه الهجومي في صفوف نادي دنكيرك، والمهاجم عثمان معاما 20 عاما الذي يلعب حاليا في واتفورد بعد مسيرة واعدة في فرنسا. كما يشير التقرير إلى نعيم بيار 20 عاما لاعب وسط ميدان تألق مع منتخب فرنسا للفئة السنية قبل أن يختار تمثيل المغرب، وهو اليوم أحد ركائز خط الوسط. وفي مركز حراسة المرمى ركزت الصحيفة على الحارسين إبراهيم غوميس 20 عاما الذي يملك تجربة قوية مع نادي مرسيليا الرديف، ويانيس بن شاوش 19 عاما لاعب نادي موناكو، وكلاهما يمثلان نقطة قوة للمنتخب المغربي. هذا الحضور القوي للاعبين المولودين في فرنسا يعكس بحسب الصحيفة عمق الرصيد البشري الذي يعول عليه المغرب لبناء جيل جديد قادر على المنافسة في أعلى المستويات. وتختم الصحيفة بالتأكيد على أن هذه المواهب تعكس نجاح استراتيجية المغرب في استقطاب طاقات مزدوجة الجنسية لخدمة المنتخب الوطني.